تفتكر في ولد صغير ممكن يفضل عايش وهو على مركبة صغيرة في نص البحر وبتغرق، وكمان يفضل قاعد شهور في وسط المحيط؟ بس في معلومة، هو مش لوحده، ده كمان معاه نمر على المركبة. النهاردة هحكي لك في شرح مفصل ازاي الواد ده فضل عايش. بس الحكاية دي عمرها ما كانت بسيطة، لأنها مش بس عن البقاء، دي عن الإيمان والخوف والخيال اللي أوقات بيكون أصدق من الحقيقة. جهز بقى كوباية الشاي الجميلة لحد ما التتر يخلص. الفيلم بيبدأ براجل كبير اسمه باي قاعد بيحكي حكايته لراجل صحفي وبيقول له: أنا عندي قصة هتخليك تؤمن بوجود ربنا. والصحفي بيبدأ يسجل كلامه، وبنرجع بالزمن بنلاقي باي طفل هندي عايش مع أهله اللي بيملكوا حديقة حيوانات. كان مؤمن جدا وبيحب يعرف عن كل الأديان، كان بيصلي للهندوس والمسيح والإسلام، وكان دايما بيدور على معنى الحياة. الرحلة بتبدأ لما أهله بيقرروا يسيبوا الهند ويهاجروا لكندا وياخدوا الحيوانات معاهم على سفينة. باي طلع معاهم وكل حاجة كانت ماشية كويس، لحد ما في ليلة حصلت عاصفة رهيبة، السفينة غرقت وكل اللي فيها ماتوا ما عدا باي. هو الوحيد اللي طلع على مركب صغير، بس للأسف هو ما طلعش على المركب لوحده. اكتشف بسرعة إن معاه على المركب حمار وحشي وقرد وضبع، ومش بس كده، ونمر بنغالي شرس جدا اللي بالمناسبة اسمه ريتشارد باركر. أول حاجة بتحصل إن الضبع بيهجم ويقتل الحمار الوحشي، وبعدها بيقتل القرد، وباي مش قادر يعمل حاجة ومش عارف يتصرف. كل اللي عليه إن هو قاعد مرعوب مش عارف حتى يتنفس. لكن المفاجأة إن النمر بيطلع مرة واحدة وبيهجم على الضبع وبيقتله. دلوقتي باي والنمر هما بس اللي فاضلين في وسط المية. باي بيبدأ يحاول يعيش بأي طريقة، بيصطاد سمك، بيجمع مية المطر، وبيفضل ينام على طرف السفينة عشان دايما يفضل متجنب النمر. لكن مع الوقت بيبدأ يتعلم يتعامل مع النمر، بيأكله وبيسيطر عليه شوية بشوية، وبيخلق بينه وبين النمر توازن عشان محدش فيهم يموت التاني. بتعدي أيام كتير، وفي أيام حرفيا بيكونوا بيموتوا من الجوع، وأيام بيكونوا بينقذوا بعض من الغرق أو من الشمس أو من الحيتان. وفي ليلة باي بيشوف حوت عملاق بيطلع من المية، وبعد كده وهو ماشي بيشوف جزيرة كأنها فعلا حتة من الجنة. لكن بيكتشف مع الوقت إن الجزيرة دي بتاكل كل اللي فيها بالليل، فبيسيبها وبيرجع تاني للقارب بسرعة. بعد حوالي 227 يوم في البحر، المركب بتوصل أخيرا لشط في المكسيك. باي بينهار من التعب، والنمر بينزل من المركبة بيمشي على طول من غير ما حتى يبصله. وده للأسف بيوجع باي جدا، لأنه حس إن في علاقة غريبة اتخلقت ما بينهم وانتهت في لحظة. بتيجي بعد كده شركة التأمين وبتسأله عن سبب غرق السفينة، بيحكي لهم القصة كلها بس محدش بيصدقه، فبيطلبوا منه يحكي نسخة تانية. وهنا بقى بيقرر يحكي قصة تانية مظلمة جدا. الضبع كان طباخ، والقرد كانت أمه، والحمار الوحشي كان بحار، والقصة كلها كانت بشر قتلوا بعض، وباي اللي نجا في الآخر. الشركة ساعتها سألته بتقول له أنهي قصة حقيقية، وساعتها بيقول لهم أهم جملة في الفيلم: انتوا بقى أنهي واحدة حبيتوها أكتر؟ وبس كده، هو ده كان الشرح المفصل النهاردة الفيلم لايف اوف باي.